السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى هاد الوصفه تلقاكم في احسن الاحوال واحسن الظروف. اليوم وليداتي تشهاو مسمن عامر بالشحمه والبصله، قلت علاش لا ما نشاركش معكم الطريقه ديال هاد المسمن اللي كيجي مغرق، ما كتخرجش منه العماره والمذاق كيجي لذيذ. ندوزو نشوفوا المقادير على بركه الله. اول حاجه كنحتاجو الدقيق الفورس 500 غرام ما يعادل 5 الكيسان. كنحتاجو 250 غرام ديال دقيق الفينو ما يعادل 2 كيسان ونص، واحد المعلقه صغيره د الملحه، معلقه صغيره السنيده، واحد الساشيه ديال الخميره كيماويه والماء باش نجمعوا العجين. الا كان الجو دافي كنديروه بالصنبور، كان الجو بارد كندفيه واحد شويه. كنجيب واحد الاناء كنوضع فيه هذاك الدقيق ديالنا، السنيده والملحه، ديك الساشيه ديال الخماره، كنمازج هذوك العناصر باش يتمازجوا بعضياتهم. ومن بعد كندوز باش كنضيف الماء بالتدريج، وانا كنجمع بحال هذا الشكل. ما كنديروش الماء كله في خطره باش ما كنجريوهاش، حيت ما فحاشناش عجينه اللي تكون جاريه وفي نفس الوقت ما تكونش قاصحه، تكون مرخوفه بحال هذا الشكل اللي كتشوفوا. من بعد ما جمعت هذاك الدقيق كله، غادي ندوز دابا غادي نخدم هاد العجينه ديالي واحد 5 دقائق بحال هذا الشكل. كنعلكوها كنخدموها واحد شويه، من بعد عاد غادي ندوزو باش نخليوها ترتاح كما كتشوفوا. من بعد ما علكتها واحد شويه، شوف كيفاش ولات مطاطيه. غادي نجيب واحد قليل من الزيت النباتيه، غادي ندهن لها وجهها فقط كما كتشوفوا. غادي ندوز نديرها في واحد البلاستيك غذائي ونخليها ترتاح واحد 30 دقيقه باش نقدر ديك الساعات نشكل الكويرات ديالي. الوقت اللي العجينه فيها كترتاح غادي ندوزو نصوبوا العماره. بالنسبه للعماره انا هنا عندي الشحمه ديال الكلوه اللي كنديرها في الفريغو وكنحكها في الحكاكه. عندي واحد 2 بصيلات مقردين رقاق كما كتشوفوا، وعندنا الربيع، وواحد المعلقه كبيره معجون ديال الفلفله الحمراء الحلوه حتى هو كنضيفوه. اللي بغيتو الهريسه كتزيدوها، بغيتوهاش حاره بحال اللي درت انا لوليداتي كديروش الحار. كنضيف واحد القليل من الملحه، ما كنقويوش لان ديجا العجينه عندنا فيها ملحه. من بعد كنضيف واحد راس المعلقه ديال الكمون، واحد الكميه من زيت الزيتون، عفوا من زيت نباتيه، وكنحركوا هاد العناصر كلها بحال هذا الشكل باش تتمازج. ومن بعد كنردوها فوق البوطه على عافيه مهيله حتى كتشحر لنا ديك البصله وكتذوب هذيك الشحمه من هانتوما كتشوفوا. من بعد ما تشحرات ليا العماره ديالي وخليتها بردات، غندوزو دابا باش نشكلوا العجين. انا هنا العماره كما كتشوفوا راني حيدت من هذيك الزيت باش بيه غادي نقرص هذا المسمن. شوفوا العجين ديالنا بعد ما خدات وقتها من الراحه، شو كي دارت الفقاعات ورطابت. غنجيب واحد الصينيه او بلاطو اللي كان متوفر عندكم، كدهنوه بواحد القليل من الزيت، وكندوزو نشكلوا الكرات ديالنا ديال العجين. بالنسبه للحجم كيبقى على حساب اللي بغيتو نتوما، تقدروا ديروهم صغار من هذا الشيء، بغيتو ديروهم كبر من هذا الشيء كيبقى لكم الاختيار. انا هنا درتهم موين. غادي ندوز نشكل هاد القطعه د العجين اللي عندي كلها بحال هاد الشكل كويرات. كنحاول غير ندهن يدي غير بشويه ديال الزيت باش ما يجيناش هاد المسمن مزيت بزاف. من بعد ما كنشكل الكرات كلهم كندهنهم بواحد القليل من الزيت غير الوجه ديالهم باش ما يديروش القشره، وكندوزو نغطيوها بواحد البلاستيك كما غتشوفوا معايا باش ترطب لنا العجين ديالنا. ومن بعد ندوزو نشكلو المسمن ديالنا بكل سهوله. هانتوما انا هنا ديجا راني بديت كنصاوب في المسمن. كنجيب واحد القليل من الزيت كندهن به سطح العمل. كنجيب واحد الكره الاولى، شوفوا العجينه ملي كتكون واخده حقها من اللي عليك واخده حقها من الراحه كتمشي معنا بكل سهوله. ضروري نرقوا هاد القطعه من العجين، وكنركز انكم ضروري ترقوا الجناب، كنركزوا على الجوانب خصهم يكونوا رقاق بحال هذا الشكل كما كتشوفوا. من بعد كندهنوا بداك الزيت اللي نقصنا ديك العماره ديالنا. كندير واحد القليل من الفينو، غير واحد القليل ما كنقويوش، وكنطويو النصف الاول بحال هذا الشكل، وكنوضعوا واحد الكميه من العماره بحال هاد الطريقه اللي موضحه في الفيديو، وكنغطيو الجزء الاول. الجزء الثاني ديال العجين واخا تقطع معليش لان هي اللي غادي تكون داخل، كنرش واحد شويه ديال الزيت
وكنجمعوها بالطريقه المعتاده ديال المسمن. غادي نعاود معكم واحد الوحده اخرى. كما كتشوفوا كندهنوا واحد القليل من الزيت غير شويه، وكنبقاو نرقوا، كنبداو من الوسط وكنجروا الجوانب باش كيجينا السمك ديالها رقيق بحال هذا الشكل، باش ملي كطيب كتورق وكتجي رقيقه، ما كيجيش دوك الورقات كيجيو غلاض، لا كيجيو رقاق وكتجي مسمنه ديالنا مقرمشه. هانتوما انا دهنت واحد القليل من الزيت كما كتشوفوا، رشيت واحد القليل ديال الفينو بحال هذه الطريقه، طويت الطويه الاولى. غادي نوضع واحد الكميه من العماره اللي كنأكد ضروري تكون بارده بحال هذا الشكل. كنطوي الجزء الاخر وكنجمعها بحال الطريقه المعتاده ديال المسمن او الرغايف المربعين. كنجمع النص الاول كما غتشوفوا، كندير عليه الطرف الاخر نحتفظ بهم. دابا غادي نجيب واحد الكره اخرى د العجين وغادي نحاول نرققها مزيان نفس الطريقه اللي رققت بها الواله، دائما مع التركيز على الجوانب، ضروري يكونوا رقاق. ثم شوفوا العجين كيمشي معنا بكل سهوله. كنحاول نرقق مزيان نسمن كما قلت لكم قطعه العجين ديالي. كندهن واحد القليل من الزيت هذا الشكل. كنتمنى يكون الفيديو موضح. وكنجيب القطعه الاولى او المسمنه الاولى اللي شكلنا وكنديرها في الوسط، وكنجمع عليها المسمنه عادي بالطريقه المعتاده اللي كنديرو. كنرش واحد شويه الزيت وشويه الفينو وكنجمعوها بحال هذا الشكل. ما كنحاولوا ما كنزيروش في الجمعه الثانيه باش نلقاو منين نطلقوها نلقاو المسمنه الاولى فين تطلق بسهوله ما تقطعش. انا غنعاود معكم واحد الوحده اخرى بحال هذا الشكل. كنطلقوا دائما العجين على سطح العمل اللي كيكون رقيق. كنحاولوا نطلقوا العجينه ديالنا حتى كيبان لنا الرخامه ديالنا من التحت كما كتشوفوا. ما تخافوش من العجين، ملي كتكون معلوكه واخده وقتها من الراحه كتمشى معنا بكل سهوله. كما كتشوفوا دائما كندهن شويه الزيت، كنرش واحد القليل من الفينو، وكنجيب المسمنه الزوجه اللي كنا درنا كنوضعها بحال هذا الشكل. هانتوما كنجمع وما كنزيرش عليها المسمنه. الا لاحظتوا كنخلي شويه ديال ليسباس ما بين العجين والمسمنه باش منين نبغيو نطلقوها تجينا سهله، وفي نفس الوقت العجينه ديالنا ما كتقطعش. انا هنا راني غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الحبات ديالي. من بعد ما كملت الكميه كلها كما كتشوفوا انا راني شعلت المقله درتها تسخن على عافيه اللي كتكون متوسطه ماشي مجهده ماشي منقوصه. كنجيب واحد القطعه من ورق الفرن اللي كنقرص عليه هاد المسمنه ديالي باش كيسهل عليا انني نرققها نعطيها الحجم رقيق، وفي نفس الوقت انني نهزها بكل سهوله وما كتقطعش وما كتخرجناش العماره. هانتوما كتشوفوا انا راني كنركز على الجوانب، كنجر من داخل المسمنه وكنجر الجوانب. ضروري ترقوها لان عندنا فيها جوج مسمنات، يعني باش الورقه من الداخل كتجي رقيقه بحال لاباط فويتي. انا المقله من بعد ما سخنت مزيان غادي نرشها بواحد القليل من الزيت كما كتشوفوا، وغادي ندوز باش نوضع القطعه ديالي المسمنه ديالي الاولى. وهانتوما كتشوفوا كنحاول نقرصها فوق ديك الكاغيط او ديك ورق الطبخ باش كتزيد ترقاق. انا هنا راه درتهم كبار على حساب الحجم ديال المقله، نتوما يمكن لكم ديروهم صغار كيبقى لكم الاختيار. انا درتهم غير لوليداتي الكوتي، فلهذا قلت ما عنديش نبقى واقفه مع المسمن بزاف نديروه صغير، اللهم نديرهم كبار ونكمل. انا رشيت واحد القليل من الزيت كما كتشوفوا، وغادي نتسناو على المسمنه ديالنا حتى كذا غادي دير فقاعات عاد نقلبوها. هذوك الفقاعات هما اللي غادي يورقوا لنا المسمنه ملي غادي نقلبوها. هانتوما كتشوفوا هي دابا راه بدات كندير فقاعات، بدات كتحمر واحد شويه من التحت. كنقلبوها وكنبقاو ندوروا في المسمنه ديالنا وحنا كنقلبوا فيها حتى كتاخذ لون موحد وكتنفخ. واحد السر من اسرار المسمن من غير العجين، طريقه العجين والراحه اللي كيرتاح العجين، طريقه ديال الطهي اللي كيعطينا لون موحد وكيخلي داك المسمن ديالنا كيتنفخ، هو داك القليب اللي كنبقاو نقلبوا المسمنه ونعاودوها. يعني ما نخليوهاش على جهه وحده تتحمر ونقلبوها، لا كنبقاو نقلبوا فيها ونعاودوا كما كتشوفوا باش اللون كيجي موحد والمسمنه ديالنا كتجي
منفوخه كما كتشوفوا بحال هاد الطريقه. الاداه اللي كنقلب بها المسمن كنبقى نورك بها على الجوانب باش هانتوما كتشوفوا حتى هاد لي 4 كوان هاد الجوانب 4 كيجيو محمرين، ما كيجيوش غير الوسط. انا كنستمر بهاد الطريقه حتى غادي نكمل المسمنه ديالي تحمر وغيجي اللون فيها موحد. غندوز دابا غندير مسمنه اخرى بنفس الطريقه. ملي كنوضعها في المقله كنحاول نورك عليها بواسطه داك ورق الطبخ باش كتزيد ترقاق. كنرش واحد القليل من الزيت لانني مقرصاها في ديك الورق ديال الطبخ بلا زيت. كنبقى نقلب غير بشويه وانا كنقلب المسمنه ديالي ونعاودها حتى كيتاخذ اللون الموحد وكطيب. انا كنركز ان العافيه ما تكونش عندكم مجهده، لان كما سبق وشفتوا معايا ان المسمنه فيها جوج مسمنات، يعني خص هاد العافيه ما تكونش مجهده باش ما كتحمرش من على برا والداخل كيبقاو دوك الطيات معجنين، وفي نفس الوقت ما كنقصوش البوطه باش دوك الورقات اللي من الداخل ما كتقصحناش العجينه عفوا المسمنه وكتبقى يابسه. انا غنستمر بهذه الطريقه كما كتشوفوا. كنبقى ندور في المسمنه وكنقلب فيها حتى كتحمر جميع الجوانب. شو كي كتنفخ هذاك الفينو اللي كنديروا لها وداك التوراق اللي كنورقوها كيعطيها الفوليوم انها كتنفخ كتجي مورقه. انا غنستمر كما قلت لكم بهذه الطريقه حتى غنكمل الكميه كلها اللي عندي. هانتوما كتشوفوا هذه النتيجه النهائيه ديال المسمن. شوفوا كيجي مقرمل، هانتوما سمعتوا التكرميله كيجي مورق، كيجي كله مقرمش. سمعوا هانتوما لان العجينه رقيقه وخدات وقتها من التحمار. واحد المسمن اللي كيجي لذيذ. ديك الشحمه انني كنحكوها ما كتبانش فيه نهائيا انها فيه الشحمه كتذوب. ودوك التوراق اللي درنا جوج مسمنه في مسمن، يعني درنا جوج مسمنات، كيجي التوراق ديالو خطير من الداخل. غنقسم معكم هاد الوحيده باش تشوف كيجي كله مورق، راه مازال سخون، كيجي لذيذ وكتجي ديك العماره شبه ما بيناش فيه نهائيا. والمذاق كيجي لذيذ. هذاك المعجون ديال الفلفله كيعطيها واحد المذاق رائع. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتناولوها مع عائلاتكم وليداتكم بالصحه والعافيه. نتلاقى معكم فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.